وصفتنا النهاردة مميزة جدا. هنعمل مع بعض البامية باللحمة الضاني. ده كيلو بامية فلاحي، انا بحب انقيها كده صغيرة، الحجم ده حلو جدا في البامية. وبعد كده حطيتها في مصفى وهغسلها كويس جدا، وهمسك بقى البامية كده واقمعها واشيل القرطاس اللي فوق ده كده بالشكل ده، واشيل قطعة صغيرة من البامية. جميلة جدا البامية دي، اعملوها بطريقتي دي وادعولي. بعد ما قمعتها هجيب حلة كده على النار واحط فيها معلقتين كبار سمنة بلدي، واجيب بصلتين كبار كده مفرومين في الكبة، وهشوح اللية كده مع البصلة. دي اللية انا قطعتها قطع صغيرة عشان تشوح مع البصلة. بشوحها كده بتاع دقيقتين في البصلة عشان بتدي طعم حلو قوي للبامية. جربوا بقى طريقة البامية باللية واللحمة الضاني تحفة. انا هشوح اللحمة مع البصلة لحد ما اللحمة تستوي كده، وهقلب بقى اللحمة مع البصلة بالشكل ده كده. في المرحلة دي هضيف مكعب ماجي، وهغطيها بقى كده لحد برضو ما تتشوح مع البصل. هسبك بقى الطماطم دي مع اللحمة والبصل، بيبقى طعمها في منتهى الجمال. في المرحلة دي هضيف معلقة كبيرة كده سكر لحد اللحمة ما تتسبك كده مع الصلصة بالشكل. اغطي بقى البامية كده واسيبها تتسبك مع بعضيها. اجيب حلة كده واضيف فيها معلقتين كبار سمنة بلدي، هنعمل رز بالشعرية. بعد ما تسيح السمنة هضيف كوباية شعرية واحمرها بقى كده لحد ما تديني اللون الدهبي الفاتح. بعد بقى ما شوحت الرز مع الشعرية هضيف معلقتين صغيرين ملح، وهقلب بقى الملح كده مع الرز والشعرية. بعد بقى الرز ما فلفل معايا بالشكل ده هنزل بقى بعيار المية. انا طبعا معايير الرز وبعاير المية بالشكل ده. ولو اول مرة تشاهدوا قناتي مطبخ سومة واسهل الاكلات، اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبايبنا عشان توصل لكل الناس. يلا بقى نغرف الرز الجميل والبامية. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. وريحته بقى في منتهى الجمال، شكل وطعم مفيش احلى من كده. فعلا الاطباق كلها بتتكلم عن نفسها. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ بشكركم جميعا على المشاهدة، في انتظار تعليقاتكم السلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.